أسباب عدم توفق الدراما المغاربية وإشعاعها عربيا وعالميا. في الحقيقة هناك بعض الأعمال وصلت إلى العالم العربي وأصبحت مشاهدة، ولكن هي قلة هذه الأعمال. البعض يقول هي اللهجة، أنا أقول لا. أول سبب لعدم انتشار المسلسلات والدراما المغاربية في العالم العربي هو نقص الاستثمار في الإنتاج الإعلامي الموجه إلى هذه المنطقة، سواء كان فني، سواء كان مسلسلات، بلاتفورم، منصات، غير موجودة. الاستثمار في هذه البنية غير موجود نهائيا. ثم أيضا كتاب السيناريوهات ضعيفة بحكم أن المال غير متوفر للكتاب، فممكن السيناريو أن يكتبه 4 أو 5 كتاب مع بعض، مطلوب مادة، فهم يعطونه لكاتب واحد أو بعض المساعدين حوله ليكتبوا هذا السيناريو. لهذا السبب لا ينجح السيناريو، وتجدها قصص متكررة تفر منها الناس. يعني نقص المواهب الفنية نتيجة وجود واسطات وتدخلات لإعطاء الأدوار. ثم هناك أيضا تأثير الثقافات الأجنبية على المنطقة المغاربية، بمعنى أن هناك مسلسلات تأتينا مدبلجة وأخرى من دول العربية لا تمثلنا إلا في اللسان، ولكن في القصة هي قصة تحكي حياة مصرية أو حياة خليجية معينة لا تمثل المشاهد المغاربي. هذه القصص هي قصص محلية، سواء كانت سعودية أو إماراتية أو مصرية أو عراقية وسورية، هي لا تمثل الثقافة المغاربية، هي تمثل ثقافة مصرية وسورية وثقافة سعودية أيضا. ولتحسين الدراما المغاربية أنا أرى كالآتي: أولا، زيادة الاستثمار لتحسين جودة الإنتاج، يعني يكون ذا جودة عالمية ومواصفات عالمية على جميع المستويات، سواء كان التصوير، الإضاءة، الإخراج، الكتابة، كله يكون على أعلى مستوى. تطوير كتابة المسلسلات من خلال قصص ملهمة ومبتكرة وجديدة تعبر عن تاريخنا في مرحلة معينة، تعبر عن عصرنا، تعبر حتى عن علاقتنا بالآخر، والمقصود بالآخر هو كل ما هو خارج المنطقة المغاربية. وعلينا أن نطور من المواهب الفنية الفتية عندنا من خلال التدريب والتطوير المستمر. يبقى تدريب مستمر للكوادر التي تعمل في الإنتاج، أقصد ما وراء الكاميرا. ثم الممثلين أيضا يستحقون هم أيضا تدريب باستمرار، ومرحلة بوست برودكشن ما بعد الإنتاج أيضا تستحق منا لمحة واستثمار فيها، والاحتفاظ بالهوية الثقافية للمنطقة المغاربية، سواء كان في الأكل، في العادات، في اللباس، في النظرة، في الموسيقى، في المناطق الجذابة السياحية عندما نقوم بالتصوير فيها، التصوير في الصحراء، التصوير في البحر، في الجبال، التعريف بجغرافيتنا وبثقافتنا أيضا التي نمتلكها. من هنا ممكن أن نتحدث عن دراما مغاربية ناجحة، وممكن أن نقتبس أيضا من الأفكار الخليجية في إنتاج المسلسلات ذات الثقافة الواحدة. هي ثقافة واحدة، هذه الثقافة جعلتهم ينتجون مادة إعلامية جيدة نشاهدها، وبعض المسلسلات التي لاقت إعجاب مشاهديها في المنطقة المغاربية. وأختم بأن المال هو الأساس في الإنتاج الإعلامي، ثم خيرة الكتاب هم الأساس، وخيرة المفكرين أيضا هم الأساس، ويجب وضع استراتيجيات واضحة للنهوض بهذا القطاع الذي سيوفر فرص وظيفية كبيرة وسيعطي للثقافة المغاربية إشعاع عالمي. وأنا متأكد، فقط يجب أن نتحلى بالصبر ونعمل وننتج
بجودة عالية، وإن شاء الله سنكون في القمة. وفي الختام أستودعكم الله، وإن شاء الله نلتقي في فيديو قادم.